النهارده هنبدأ نخش بشكل أعمق ونتكلم عن الكابابيلتيز بتاعة الام سي بي، واللي هي موجودة عندنا حاليا في الشاشة دي. هي مجموعة من الكابابيلتيز أو نقدر نقول primitives. تمام. بتمكن إنه الكلاينت يقدر يتواصل بيها من السيرفر، يطلب مهمة معينة. كل primitives من الموجودين قدامنا بيعملوا حاجة. هم 5 أنواع، وكل نوع فيه ليه خصائص مختلفة واستخدامات مميزة. نبدأ مع أول نوع. إيه هو resources؟ في وصف بسيط، هو resources دي زي الجيت بتاعت الريستفول، بتقوم بمهمة شبيهة بكده. فكرتها كلها على بعضها إنك حابب تبلغ السيرفر تاخد الريسورس ده معاك، تعمل عليه اوبريشن، او الكلاينت محتاج من الام سي بي سيرفر انه يعرض له داتا بس من غير ما يتحكم معاه او يبقى معاه اي كنترول. الكلاينت هيطلب من السيرفر يعرض الداتا، فالتحكم هنا بيكون من الكلاينت او الهوست. عشان هي ريد اونلي بس، فغالبا ما فيهاش مخاطر امنيه عاليه زي التولز اللي ممكن تنفذ او تعدل حاجات. كل ريسورس زي ملف او داتابيز او حتى دايناميك سكيما بيكون ليه يو ار اي مميز، وده زي عنوان بيحدد هو فين وازاي توصل. شكل اليو ار اي بيكون عبارة عن بروتوكول كولن 2 سلاش والباس بتاعهم زي الفايل عندنا او البرودكت. كل ام سي بي سيرفر بيكون هو المسؤول عن تحديد انواع البروتوكول اللي بيدعمها وتنسيق شكل اليو ار اي. يعني السيرفر ممكن يدعم الفايل او ايمج، وسيرفر تاني ممكن ما يعرفش البروتوكولات دي بتعمل ايه، وممكن يدعم بروتوكولات جديده خالص زي الداتابيس. ضمن على الشاشه دلوقتي احنا بنشوف ازاي الكلاينت بيطلب انه يشوف الريسورسز بتاعته، بيقدر اللي متاحه السيرفر متاحه ازاي. بيطلع ريكوست من الكلاينت للسيرفر على نسميه الاند بوينت اللي هو الريسورس سلاش ليست او الريسورس سلاش تمبلت ليست. نسينا نوضح انه عندنا نوعين من الريسورسز، نوع دايناميك ونوع بيبقى هو ستاتيك يعني ملف زي بي دي اف بيعرض ايا كان. لكن الدايناميك انا محتاج اعرض برودكت باي دي معين، فهو ده الدايناميك. الشكل الاولاني بيوضح السكيما بتاعت الريكوست لليو ار اي تمبلت اللي هو الدايناميك، والنوع الثاني ده اللي هو الداتا ستاتيك. طيب الريسورس تايب، ايه الداتا اللي بتبقى موجوده جوه الريسورس تايب؟ عندنا اول حاجه التكست ريسورس، وحاجه تانية اللي هو البينري ريسورس. تكست ريسورس هو اي داتا بنقدر نعرضها زي جيسون، اكس ام ال، تكست، بلين تكست عادي جدا. انما بينري بتبقى البي دي افس، الاوديو فايل، الفيديو، اي نوع من انواع الداتا البينري التانية. طيب الكلاينت بيقرا الريسورسز دي ازاي؟ من خلال الاند بوينت اللي هي اسمها ريسورسز سلاش ريد. يعني خلينا نقول انت مش مضطر انك انت تعرف كل الحاجات دي، بس المهم يبقى عندك العلم بآلية العمل. وفي اس دي كيز كتيره موجوده لاغلب لغات البرمجه، حتى اللي هي مش سبورتد كاوفيشال اس دي كي، في الكوميونتي عاملين اس دي كي، وده هنشرحه ان شاء الله في احد الفيديوهات، وهنطبقه ان شاء الله على اللارافيل او البي اتش بي. بس لازم نبقى عارفين الكوميونيكيشن بيتم ازاي، ايه الداتا اللي بتروح، ايه الداتا اللي بتيجي، عشان لو حبيت في وقت من الاوقات انك انت تعمل اس دي كي او تعدل الاس دي كي بالفعل موجوده، يبقى الامور بالنسبه لك بسيطه. فهنا بنشوف ان الكلاينت بيرسل على الاند بوينت اللي اسمها ريسورسز سلاش ريد. هي مش الاند بوينت الحرفي زي بتاعت الاي بي اي اللي هي بتاعت الريستفول، هي بيبقى ليها اسلوب تاني، وده هنشوفه اكيد في الديمو ان شاء الله. ان شاء الله السيرفر هيرسبونس بكل الريسورسز اللي عنده في الشكل ده. هي طبعا زي ما نشوف الكونتنتس هي اوبجكت اوف اري اوف اوبجكت. هنوصل للنوع التاني عندنا اللي هو البرومبتس. ببساطه هي تمبلت جاهزه تتخزن على السيرفر، يقدر الكلاينت والال امز يستخدموها عشان تسهل التفاعل مع اليوزر. يعني بدل ما اليوزر يكتب كل مره نفس البرومبت، السيرفر بيكون فيه تمبلت جاهزه ممكن نعدلها ونضيف عليها بيانات ديناميكيه ونبعتها لل ام. بمعنى انت كل مره محتاج تجنريت تقرير شهري، تمام؟ فبدل ما كل مره هتكتب برومبت عباره عن 10 20 سطر،
واللي بيتغير فيه تقرير عن شهر مارس مثلا سنة 2025 لشركة كذا كذا كذا. فكل مرة انت بتغير التاريخ وبتغير اسم الشركة. هنا دي بتساعدك الطريقة دي، انت بتعمل برومبت موجود على السيرفر، بتدي له داتا دايناميك، هو بيجنريت لك البرومبت اللي انت عايزه عشان تتبعت لل ال ام. البرومبتس دي بيتحكم فيها اليوزر نفسه، وغالبا بتظهر في الكلاينتس كاوبشن او تول تساعده. يعني مثلا هيبقى موجود بوتوم او كوماند يظهر في الشاشة، زي مثلا نكتب سلاش كذا، ودي مشهورة في اغلب الكلاينت بتاعت ال ام زي شات جي بي تي. ايه مميزات البرومبتس؟ بتقبل الدايناميك ارجيومنت زي ما احنا وضحنا من شويه، يعني ممكن يديله وقت معين، بتديله فايل معين، اسم شركه معينه، وهكذا. تقدر تدمج معاها داتا من ريسورسز، يعني بالفعل ممكن تدي لها ريسورس معاك، يعني فايل تاتاشه مع البرومبت معاك انه ينفذ عليه الاوبريشن ده. تقدر تربط كذا امر ورا بعض، اللي هي عمليه التشايننج. يعني تقول له مثلا اقرا الملف الفلاني، اعمل تحليل مالي للملف، اقرا التقارير عن الحاله الماليه، وبعدها اقترح خطوات تنفيذيه. هنا بقى في اكتر من عمليه متتاليه اللي هي عمليه الشايننج. بتقدر ترشد اليوزر في خطوات معينه زي الورك فولو، يعني تمشي مع المستخدم خطوه بخطوه في مهمه معينه زي انشاء تقرير مثلا. ده الشكل البرومبت ستراكشر عندنا. هو شكله بسيط جدا، بيوضح اسم الديسكريبشن والارجيومنتس بتاعتنا. طبعا انا مش هنشرح شكل الستراكشر بشكل دقيق. خلينا نقول هو في ريفرنس كتير هتقدروا ترجعوا لها ان شاء الله. البرومبت ديسكفري، ازاي الكلاينت بيديسكفر البرومبت؟ هو بيبعت ريكوست بالشكل ده، بيجيله ريسبونس، وبيجيله الريسبونس اللي هو البرومبتس array of object بكل البرومبتس اسمها والديسكريبشن بتاعها والارجيومنتس اللي بتقبلها. يقدر هو يستخدم البرومبت ازاي؟ بيبعت البرومبت جيت بيريكوست الاوبشن ده، فهو بيبتدي يرد عليه عشان يبعتوه لل ال ام. الدايناميك برومبت ده مثال على الدايناميك برومبت. تمام، بعت له الارجيومنت التايم فريم، وبعت له الفايل اليو ار ال، وده هيبقى شكل البرومبت عندنا اللي هيتبعت لليوزر. سوري ال ام. فده شكل ده الريسبونس ده هو اللي هو الدايناميك. وزيه بالظبط هو فكره الورك فلو، ممكن يكون شبه الرد ده ونضيف عليه كذا اوبجكت تاني بمهمه جديده. مثلا الرول اللي اسمها الاسيستنت هيبعت رد نص يقول would you like me to rewrite the file and fix the issue mentioned in the log. وبعدها هنضيف الاوبجكت من اليوزر يقول yes I kindly ask you to rewrite the file and resolve the issue mentioned in the log. فالمثال ده كل اللي هيعمله ايه؟ ان هو احنا بنبعت الاسئله كاسيستنت، وفي نفس الوقت بنبعت الردود بتاعتنا كيوزر عشان ال ام يشتغل عليها. المثال ممكن ما يبقاش واضح شويه، تمام، بس انت بنفس الطريقه دي ممكن تعمل المالتي ستيبس الورك فلو برومبت. شكرا لكم. لو في اي استفسار انا هنتظر اسئلتكم. السلام عليكم.